شكرا لك، حماكم الله. نسأل الله أن يلهمكم الصبر وأن يأجركم في مصابكم. يا سيد روحاني، عندما سفكت دماء أصدقاء والدي كان والدي من ينتقم لهم، والآن من الذي سينتقم لدم أبي؟ سوف ينتقمون، سوف ينتقم الجميع لدماء الشهداء، لا تقلقي بهذا الشأن. زينب ابنة قاسم سليماني تقول للرئيس الإيراني روحاني كان أبي هو من ينتقم للإيرانيين، من الذي سينتقم لقاسم سليماني الآن؟ هذا السؤال سأطرحه عليك أيضا دكتور عماد، من الذي سينتقم ولقاسم سليماني كما تقول ابنته؟ بالنسبة لعملية الانتقام، هو الموضوع موضوع قرار، ليس موضوع من سينتقم. هناك العديد من الذين هم حاضرون للانتقام. يعني قاسم سليماني كان يمثل الحرس الثوري، الحرس الثوري ما زال موجودا، الحرس الثوري يمثل إيران، إيران ما زالت موجودة. يعني باغتيال قاسم سليماني لن ينتهي الحرس الثوري، لن تنتهي إيران. ولكن طبعا أنصار قاسم سليماني اليوم هم يعني باتوا اليوم يطالبون بالثأر وبالثأر المستعجل، في حين أن الموضوع أنه حتى في المقابل عند الأمريكان ليس هناك شخصية بمستوى قاسم سليماني. يعني الضيف عندما تكلم عن مايك سبنس وزير الدفاع الأمريكي، حتى وزير الدفاع الأمريكي ليس بمستوى قاسم سليماني، هو ليس بطل قومي في الولايات المتحدة.